تعرف ان موبايلك السامسونج فيه ابلكيشن بيجمع بياناتك ويبعتها لإسرائيل؟ منظمة سماكس اعلنت عن خبر خطير جدا، وهو ان شركة سامسونج نزلت ابلكيشن اسمه اب كلاود على موبايلات من سلسلة A و M اللي بتتباع في شمال افريقيا وغرب اسيا، وما ينفعش تمسح الابلكيشن. اللي يرعب بجد ان الابلكيشن عبارة عن تعاون بين شركة ايرون سورس الاسرائيلية وسامسونج الشرق الاوسط، والمصيبة انه مش مجرد برنامج عادي، ده شغال في الخلفية وبيجمع بيانات حساسة جدا زي البيانات البايومترية اللي هي بصمة صباعك ووشك وعناوين الاي بي وبصمة الجهاز والمعلومات الفنية، وكل ده بيحصل من غير ما المستخدمين يعرفوا او يوافقوا. واللي يزود الموضوع غموض هو ان سامسونج ما قالتش ولا كلمة عن الموضوع ده بشكل رسمي، وليه بالذات في المنطقة دي في العالم شمال افريقيا وغرب اسيا. وده بيخلينا نسأل اسئلة كتير زي ليه الابلكيشن ده ما ينفعش يتمسح، وليه الشركة اللي عملته تبقى اسرائيلية، والاهم ليه البلاد ما عملتش اي رد فعل لحد دلوقتي، خصوصا ان الموضوع ممكن يبقى ليه دعوة بالامن القومي. خليكم معايا عشان تعرفوا الكلام على ايه.